تعال اقول لك عملت ايه في اخر يوم ليا في رحله اوروبا. صحيت من النوم بدري عشان كان لازم اعمل تشيك اوت قبل الساعه 10، بس لان ميعاد الطياره الساعه 4 فقلت اقعد في الدفا ساعتين في الريسبشن قبل ما امشي. الساعه 12 ابتديت اتحرك لاقرب محطه ترام اللي هنزل منه واركب المترو اللي هيوديني محطه مطار كولين. بعد ما غيرت الترام وركبت المترو كان قدامي 5 محطات عشان اوصل المطار، وانا راكب المترو كنت بتفرج على البيوت والشوارع وكنت حزين جدا، لان كنت حاسس اني سايب بيت جدتي وراجع مصر بعد اجازه المدرسه ما خلصت. وبصراحة انبسطت جدا لأن المترو نزلني جوه صالة المطار، فما احتجتش أركب تاكسي ولا أدفع فلوس في أي مواصلات تاني. وصلت مطار كولين وده كان المطار رقم 10، ودي كانت الطيارة رقم 14 في حياتي. ما كانش فيه موظفين على الكاونتر، ففضلت ألف شوية لغاية ما لقيت الماشين دي. مشيت ورا التعليمات اللي مكتوبة لغاية ما طبعت الاتنين بوردنج بتوع العودة من غير ما أقابل أي موظف. قعدت في المطار أكتر من ساعتين لغاية ما طيارتي وصلت بالسلامة، ودخلت الصف بدري عشان ألحق مكان أحط فيه الشنط بتاعتي. ركبت الطيارة وكالعادة المذيع الداخلي بيقول التعليمات باللغة الألماني، ورغم إني درست ألماني سنتين في ثانوية عامة بس برضه ما فهمتش منه أي حاجة. بعد شوية اتحركنا من مطار كولن لمطار ميونخ في رحلة قصيرة مدتها تقريبا ساعة و5 دقايق، والمنظر من فوق السحاب كان جامد جدا. وصلت مطار ميونخ وده كان المطار رقم 11، ودي كانت الطيارة رقم 15 في حياتي. ورغم ان المطار جوه كان دفا بس كان باين من ورا الازاز ان الجو بره برد ومطر. حجم المطار كان كبير جدا لدرجة اني فضلت ماشي جواه نص ساعة، وكمان ركبت مترو عشان يوديني للبوابة اللي هطير منها للقاهرة. عجبتني جدا فكرة ان هم عاملين مترو بين الصالات عشان خاطر المسافرين ما يمشوش مسافات طويلة. حصل غلطة لخبطتني شوية، ان البوردنج اللي جالي على الميل كان مكتوب فيه اني هطير من بوابة اتش، والبوردنج اللي طبعته من المكنه في مطار كولين كان مكتوب فيه اني هطير من بوابه ال. بس في الاخر الحمد لله اتاكدت من البوابه الصح لاني لقيت مصريين كتير قاعدين عندها. بعد شويه دخلت الحمام قبل ما نطلع الطياره، ولقيت جوه اغرب بكره مناديل ممكن تشوفها في حياتك، هتلاقيني سايب لك فيديو عنها على صفحتي. اخيرا فتحوا البوابه ورحت عشان اركب الطياره، لكن اتفاجئت انهم اخدوا مني الشنطه عشان حجمها كبير، رغم اني مشتريها بالمقاسات اللي مكتوبه على الويب سايت بتاع شركه طيران لوفت هانزا. بعد ما ركبت الطيارة اكتشفت المشكلة التالتة، إن أنا وشخص تاني معانا نفس التذكرة لنفس الكرسي، ولما سألت المضيفة قالت لي معلش أصل حصل تعديل في البيانات، فبصراحة ما حسيتش إني راكب مع شركة طيران ألماني خالص. بعد حوالي 3 ساعات الحمد لله أخيرا وصلت مطار القاهرة الساعة 1 بالليل، بعد رحلة استمرت حوالي 15 ساعة من مدينة كولن في ألمانيا للقاهرة. وطبعا بما إن المواصلات العامة في مطار القاهرة بتقفل بعد الساعة 11 بالليل، فلازم ابتدي اصارع مع سواقين التاكسي عشان اعرف ارجع بيتنا باقل تكلفه. وكده اكون خلصت اول رحله ليا لاوروبا. هتلاقيني سايب لك فيديوهات اليوم لحظه بلحظه واللينكات في الديسكريبشن.